السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا طبعا قناتي قناة عيلة مصطفى حسين. النهاردة انا جاية اعمل لكم اكلة سريعة كده. بتنفع في العزومات، تنفع في الاوقات كده اللي هي الحرجة، بتبقى سريعة جدا ولما كل حاجة. بعمل لكم البطاطس المحشية لحمة. طبعا انا قورت البطاطس، انا مش محتاجة ان انا اعملها قدامكم. تقوير البطاطس سهلة قوي، بس خدت الحشوة بتاعتها خليتها على جنب. هقول لكم دلوقتي هعمل بيها ايه. انا هنا نزلت البطاطس بعد ما قورتها، غسلتها، حطيتها في شوية مية بخل شوية، وبعدين اديتها نزلتها في الزيت، بس يا دوبك بس ان هي ايه، خدت لون اصفر كده بسيط جدا، مش استوت، يعني اتشمعت كده من كل الجهات. وبعدين انا هنا طلعتها. جيت هنا انا هعمل لكم اللحمه المفرومه او الحشوه بتاعتها. معايا زي ما انتوا شايفين معلقه زبده اهي، زبده معتبره يعني. تمام. وانا هقشر بصلتين، اول بصلتين انا نزل مع بصلتين متوسطين. هي كميه البطاطس اللي انا عملتها كيلو بطاطس. آه والله بقى من الحشوه، يعني هي ما بتاخدش كتير. انا هنا هبقى معاكم وهبتدي ان انا اصفر البصله زي ما انتوا شايفين. طبعا ما تنسونيش بقى في التعليق حلو منكم كده، كومنت جميل منكم كده، لايك بقى واشتراك زي ما انتوا حابين. انا هنا البصلة بتبتدي تصفر. تمام. ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله. احنا هنا البصلة هي داخلة في الماء، هتبتدي ان هي تصفر معايا. اهي انا حبيت ان انا اعمل لكم مراحل كل حاجة بعملها في صينية البطاطس، لان هي سهلة جدا. في ناس اساتذة فيها وفي ناس يعني ما تعرفش تعملها. فبعد كده انا هنزل باللحمة زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا ايه الفها مع البصل كده، وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي. زي ما انتوا شايفين الاول اهي اللحمة لسه هبتدي ان انا الفها بقى كده مع البصلة اللي خدت تشويحة. تمام. انا بهاراتي اللي بستعملها اهي، انا عايزة بس ايه، عايزاكم تشوفوا اللحمة وهي بتتعسل. انا بحط اللحمة بستنى بس هي بتنزل مية، ما بحبش اقلبها على طول. آه بسيبها بس كده. شايفين البخار اللي بيطلع ده، ده اي مية في اللحمة المفرومة، بحس ان هي مش عايزاها تنزل ميتها. اول ما تنزل عايزاها كده تشمع كده وتبقى جميلة وتاخد معايا اللون المكرمل الحلو. اهو هنا ببتدي ان انا اقلبها اهو، بلم بقى اهي دنيتها اهو. تمام. بهرتها. انا كنت بهرت اللحمة المفرومة بهارات وملح وفلفل وشوية قرفة. انا هنا بعمل الصوص اللي هسقي بيه انا بخلص كل يعني اللحمة المفرومة، وببتدي هنا اعمل الصلصة بتاعتها. هنا معايا راس توم حلوة كده زي ما انتوا شايفين، قمر زيكم كده. هنزل بالطماطم اللي انا مسبكاها ومصفياها اهي. هاجي بقى هنا طبعا بهرت الطماطم وحطيت فيها بهاراتها وكل حاجة. انا هنا هجيب بقى الحشوة بتاعت البطاطس اللي انا كنت ايه طلعتها منها. الحشوة انا هحطها اهو. طبعا الحشوة دي انا كنت حطاها في مية وملح خلاص، وطلعتها صفيتها كويس قوي. هحط معاها معلقة كده لحمة مفرومة، والصوص بتاع اللحمة المفرومة اللي هو او الصوص اللي نزل من السمنة بتاعتها اهو. هنزل كل ده على القلب بتاع البطاطس اللي انا بشرته. شايفين انا بصفي اهو اي سمنة موجودة في اللحمة المفرومة اهو. هاخد بقى كل ده اخلطه مع ايه، مع
الحشوة اللي طلعت لي من البطاطس، وهبتدي اقلبها تقليبة كويسة جدا. برضو هنا انا بتبل برضو، بس تتبيلة خفيفة، لان طبعا الصوص فيه تتبيلته واللحمة المفرومة فيها التتبيلة بتاعتها. وهبتدي بقى ان انا هنا اعمل ايه بقى، هبتدي ان انا احشي اللحمة وارصها على فوق بقى، فوق البطاطس اللي اتبشرت دي. انا هبتدي ان انا احشي اللحمة اهي. طبعا اهي شايفين البطاطس يعني يعتبر التسوية بتاعتها معايا نص سوا بالظبط. انا هبتدي احشي بقى كل الكيلو اللي عندي، والاكلة دي اساسا هتكفي 5 افراد مش 4 بس، 5 افراد. أكلة والله يعني شاملة كل حاجة بقى، فيها اللحمة يعني دي لو اتعملت جنبي رز بشعرية وشوية سلطة أو مخلل هتبقى روعة وتحفة. هبتدي بقى ان انا احشي كل البطاطس وارصها كده في الطاجن بتاعي. واول بقى ما احشي كل الكمية اللي عندي، آه انا بقى دلوقتي بحشيها اهو وبرصها. احشي بقى كل الكمية اللي عندي دي كلها اهي زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا هنزل خلاص كده، دي تمام، دي اترصت معايا. هبتدي ان انا انزل بالطماطم اللي انا سبكتها. بصوا الكمية ما شاء الله عليها، ده من كيلو بطاطس قلتلكوا تكفي من 4 ل5 أفراد زي ما انتوا. يعني انا شايفة ان هي كمية كويسة جدا هتكفي عيلة يعني. هبتدي بقى، ما تنسونيش طبعا في الاشتراك، متنسونيش في كومنت حلو منكم كده. هبتدي ان انا انزل بقى بالطماطم اللي انا عملتها وسبتها تتسبك. وبعد ما اتسبكت خففتها شوية بالمية، بحيث ايه بقى، هرشها بقى كلها اوزعها كلها على البطاطس اهو زي ما انتوا شايفين. انا خلصت كل الكمية. ما شاء الله شكله تحفة، شكله ولا طعمه والله يعني انا فعلا اتاكل. انا مصورة، انا بقالي كتير يعني عندي الفيديو ما كنتش نزلته، بس فعلا والله يعني ما شاء الله اتاكلت في القعدة يعني. اهو زي ما انتوا شايفين انا بوزع الطماطم اهو. هبتدي ان انا اوزعها على كل الكمية اللي معايا، وهديها غلوة على البوتاجاز من فوق، وبعد كده هدخلها الفرن بقى. وصدقوني أكلة جميلة وخفيفة، وكبار وصغيرين بيحبوها. وأتمنى ان اكلاتي تعجبكم وتنول اعجابكم، واتمنى ان انتوا ما تنسونيش في تعليق حلو. اهو زي ما انتوا شايفين انا كده تمام خلصتها. وهي بعد ما طلعت من الفرن اهي، شايفين الشكل وشايفين الكرملة بقى بتاعتها استوت بقى. وفي الفرن طبعا كملت سواها على نار هادية. وما تنسونيش في تعليق حلو منكم.